ماعز الأسلمي كان يعمل عند واحد من ابناء عمومته اسمه هزال، وهزال كانت عنده جارية ترعى الغنم، زنى بها ماعز، ندم وجاء واعترف. ما اعترف ماعز لهزال شار عليه هزال، قال له شوري عليك انك تروح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعترف له، يمكن ينزل فيك قرآن. ذهب ماعز الى ابي بكر واخبره، قال له انا اخطيت. فقال له ابو بكر قلت لاحد غيري؟ قال لا، قال تب الى الله واستتر بستر الله، لا تقول لاحد. ماعز متألم من المعصية، ما طابت نفسه، قام من أبو بكر وراح لعمر وقال له نفس الكلام، فقال له عمر تب إلى الله واستتر بستر الله. مع هذا ما طابت نفسه، ذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فأعرض عنه. جاء من الصوب الثاني قال إني زنيت فأعرض عنه. 3 مرات وهو يقر بالزنا ورسول الله يعرض عنه. بعدين لما شاف إصراره أرسل إلى قومه، قال يشتكي من شيء، فيه شيء. شهد له قومه بأنه من أرجحهم عقلا. أمام هذا الإصرار والإقرار أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. بعد ما رجم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللي شار على ماعز إنه يروح ويعترف ويقر بالذنب وهو هزال، فناداه. جاء هزال ووقف بين يدي رسول الله فلامه ووبخه وقال ويلك يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. يا الله، ما أعظمه من دين. شوفوا الستر، شوفوا كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتمنى لو أنه ستر على نفسه. لا قال وين هذه اللي زنى فيها، جيبوها خل تقر أمامي ونقيم عليها الحد. لا، ستر عليها ويبيها تستر على نفسها. والله يا أخواني وأخواتي إن ديننا عظيم، دين ستر. رب العالمين سمى نفسه الستير، يستر ويحب الستر ويحب اللي يسترون. أنت إذا سترت على أخيك المسلم تدري شنو راح تستفيد؟ أول شيء أن رب العالمين راح يسترك في الدنيا والآخرة. قولوا عليه الصلاة والسلام ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. كلنا أصحاب خطأ ولا غنى لنا عن ستر الله. لا عليك، أنت مستشعر هذه الفضيلة؟ الرب العالمين راح يسترك في الدنيا وما يفضحك، ويسترك في الآخرة. على شنو؟ إذا سترت المسلم. بيكم بعد التأملون في هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام ومن ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة، كأنك أحييت موؤودة. أرجوك أنك تستر على الناس، إذا أحد أخطأ أو زل أو سوى شيء مو زين استر عليه، استر عليه، الله يسترك في الدنيا والآخرة. أحذرك وأنا لك من الناصحين، لا تفرح بخطأ المسلم ولا تفضحه ولا تعيره ولا تشمت فيه، ترى والله رب العالمين راح يبتليك. وقد جاء في الأثر وفيه نظر، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. والواقع والله ينطق بهذا ويصدقه. في كلمة جميلة للحسن البصري يقول فيها من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به، والله المستعان. الله الذي لا إله إلا هو، إذا كنت من اللي ينشرون عيوب الناس ويفضحونهم، رب العالمين راح يسلط عليك الألسن اللي تفضحك في كل مكان. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطق منك اللسان بسوءة فكلك سوءات وللناس ألسن. عينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. قولوا آمين. الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ويحفظ لنا ألسنتنا، إن ما نغتاب أحد ولا نفضحه ولا نعيره ولا نشمت فيه. والله أنا شاك فيكم، شاك إنكم ما استوعبتم الدرس، مشغولين بالمناظر اللي وراي والمطر اللي ينزل علي وأنا أسولف، ولا إيش رايكم؟